بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله. طبعا في البداية أهني الشعب اليمني وأهني الجميع بمناسبة رمضان الكريم. كما أخص بالتهنئة فريق همي همك ممثل بالأستاذ الرائع المخرج الأول فلاح القبوري وكل أسرة وطاقم همي همك وقناة السعيدة على نجاح مسلسل همي همك لهذا العام، النجاح الرائد والذي أثبت أن همي همك وقناة السعيدة هي الرائدة، وهمي همك هو المسلسل الرائد هذا العام وكل عام إن شاء الله رب العالمين. طبعا يا إخواني، سمعت بعض الإخوة نزلوا بعض السخريات بتسجيلات فيديو على بعض كاركترات همي همك وغير ذلك. أقول لهم ولغيرهم من الجزء الأول وهمي همك ينتقد، شيء طبيعي لأنه كبير. من الجزء الأول وكثير يسخر والبعض يدي مقترحات والبعض يدي، ونحن في فريق همي همك نتقبل كل نقد، لأن النقد البناء يبني، لكن السخرية لا تسيء إلا لصاحبها. أما همي همك لا يسيء له أحد. همي همك كبير، والدليل على ذلك أنه اليوم أكبر مسلسل يشاهد في اليمن همي همك. همي همك المسلسل اليوم أصبح ينافس عربيا، وهذا العام بالتحديد كان المسلسل الأروع من كل الأجزاء، كان هذه السنة أروع جزء من كل الأجزاء هذا العام، لسبب واحد فقط، أن الشباب يعملون تحت ظروف قاسية جدا ويعملون في منطقة حرب، ومع هذا أبدعوا وأوجدوا مسلسل رائع جدا. همي همك لا يمكن أن يسيء له أحد أصلا. لماذا؟ لأنه اسمه همي همك، انطلق من معاناة الناس، وهذه العام رغم كل الظروف إلا أنه قدم عمل يتحدث عن معاناة الناس وبشكل راقي ورائع جدا. أقول للذين يسخرون، السخرية بالشكل الذي رأيناه لا يسيء لهمي همك، لأنه همي همك وأسرة همي همك وكوادر همي همك ونجوم همي همك كبار وسيظلون كبار. اليوم همي همك يجمع كبار نجوم الدراما اليمنية. الفنان الكبير الرائع محمد طالب الذي يغار منه الكثير من حساده الذين ينتقدوه لنجاحه الكبير. من قدم شخصية زخيم، ومن قدم شخصية اليوم برقوق بهذه الشخصية الرائعة البسيطة الكوميديا الرائعة. كنت مبدعا يا أستاذ محمد طالب، وكان كل فريق همي همك مبدعا. الأستاذ بيرم، من اليوم يعني يحترم نفسه يقول لي أن شخصية الأخ محمد طالب وشخصية بيرم هذه الشخصية الكوميدية الأكثر روعة، وهي الشخصية الدرامية الكوميدية الأولى في هذا الموسم. يأتي البعض ليسخر منها والمراد هو السخرية من همي همك. همي همك أكبر من أن يرد على السخريات. همي همك ظل مع الناس، وهذا العام قدم عمل لا يحتاج إلى شهادة أحد، العمل يشهد لنفسه. تحية لنجوم همي همك، تحية لكل المبدعين، تحية لكل الفنانين. نبارك للأستاذ فلاح القبوري، ونبارك للأخ محمد طالب، ونبارك للأخ عامر البوصي، ونبارك للأستاذ حسن علوان، ونبارك للأستاذ فلاح القبوري ونشوان جديد وعصام وباحريش وكل الفنانين والرائعين الذين قدموا تحفة فنية رائعة هذا العام اسمه همي همك. وكل عام دمتم بخير، وسيظل همي همك كما أنه هذه السنة أثبت أنه الأول دراميا في الوطن الحبيب، وأن همي همك هذه السنة الأروع والأكثر متابعة بلا استثناء. وعودوا إلى اليوتيوبات، وعودوا إلى كل وسائل التواصل الاجتماعي لترون إقبال الناس الكبير على همي همك. الدليل على أن همي همك هو الرائد، وأن قناة السعيدة هي سيدة الشاشات، وهي ملكة الدراما المحلية إن شاء الله. دمتم يا فريق همي همك، يعذرني من لم أذكر اسمه، فكلكم رائعين كنتم وكلكم مبدعين، وسيظل همي همك كما كان الرائد والأول، وبفضل الله سبحانه وتعالى القادم أجمل. وهذا العام أثبت همي همك أنه أكبر بكثير بكثير كثير كثير جدا من أن يعني يتأثر بغياب شخص أو آخر. همي همك لن يتأثر بغياب أي شخص، لأن همي همك مدرسة خرجت النجوم وقدمت النجوم لليمن، وستقدم إن شاء الله رب العالمين. دمت أيها الرائع فلاح القبوري، فأنت أستاذ الناجحين، ودام همي همك إن شاء الله الرائد، ودامت قناة السعيدة. تحية لكم يا الأحباب، والسلام عليكم. ويشهد الله أني هذه السنة لولا ظروفي القاسية التي منعتني عن همي همك، لكنني أحس بأن همي همك هو بيتي، وإن شاء الله سنعود إلى هذه البيت ويكون الوطن بأكثر خير وأكثر أمان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. دمتم بخير يا أبطال همي همك.